ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير وصحة وسعادة يا رب العالمين. يلا بينا النهاردة بمناسبة شم النسيم، يلا بينا نعمل طريقة جديدة في تلوين البيض. تعالوا معايا. بس قبل ما ابدأ بقى في اي حاجة اقول لكم اي حاجة، اللي لسه اول مرة يشوف قناتي ما تنسوش تشتركوا تحت وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني، ولايك على السريع عشان نبدأ في الفيديو الحلو ده على طول. اول حاجة هيبقى معانا البالون الجميل ده، ويلا بينا على طول. وده البيض اللي احنا هنلبسه. هنلبسه البالون ويلا بينا. بسم الله. اول حاجة يبقى معانا بالونة كده زي ما انتم شايفين. هنجيب مقص ونبدأ نقص البالونة. بصوا هنسيب حتة كده من الزور بتاع البالونة ونبدأ نقص. نبدأ نقص كده. خلاص اهي زي ما انتم شايفين. نبدأ بقى ندخلها في البيضة. نفتح كده زي ما انتم شايفين، نبدأ ندخلها. هنجيب بيضة بيضة وندخلها. بسم الله. اهي دخلت بكل سهولة. دي اول واحدة حطها. نبدأ بقى نعمل ايه؟ البيضة التانية. هقصي بقى دي موف. بس الهدف من الفيديو ان احنا يعني يبقى حاجات صحية وفي نفس الوقت ايه محرمناش نفسنا من العادة اللي بنعملها كل سنة. ادي تاني بالونة. هقص بقى كلهم. البالونة رابع بالونة. رابع بالونة اهي. كل واحدة لون. وفي بقى الوان سادة زي ما انتم شايفين. بعد كده ده اللي هو اللون الاوف وايت. تمام. وده لون لبني. واخر لون الاورنج. يلا بينا نلبسهم. انا عايزه اعمل الوان مختلفه. انا هلبس الاورنج الاول. حاسه ان الزور طويل شويه، هقص شويه كمان. بحيث ان انا اعرف املك البيضه وبتاع الاورنج. دخلت. ثبت العمليه بنجاح. شكلها كيوت قوي يا جماعه. بصي هرصها كده بحيث ان ايه تبقى شكلها لذيذ في الاخر، تدي شكل حلو للطبق. عارفين ان ايه كل مره كنت بعمل بقى ايه اللي هي الحاجات الالوان الطبيعيه، فبتدي الالوان اللي هي عارفين البهتانه دي. ببقى نفسي كل مره اعمل الالوان الحلوه دي اللي بشوفها في الفيديوهات. بلاقي نفسي ايه مش عارفه اعملها لان مفيش حاجه طبيعيه، كل حاجات الوان صناعيه، الوان مش عارفه ايه. فاحس ان انا ايه ببقى زعلانه، يعني نفسي اعمل زي اللي بشوفه في الفيديوهات. انا ايه مش عارفه. بس دي بقى يا جماعه خطيره خطيره. بصي حلوه قوي.
بس بقى لما الطبق كله يكمل هتبقى الشكل حلو قوي، حلو قوي يعني. بس يا جماعه اخيرا عملنا، يعني انا بس مش متخيله، يعني اخيرا عملت الالوان اللي بشوفها في الفيديوهات. عارفين بتبقى رغبه الطفوله ماشيه معاكم ونفسكم تعملوه من زمان، هي دي. فاللي هو ايه بقى، حاولوا بقى تبتكروا كده. يعني في طريقه ثانيه كده شفتها برضو، اوريها لكم في فيديو منفصل. عاملين حاجات صحيه في نفس الوقت، ايه تقدري ايه تنبهري برضو بيها وتعملوا حاجات حلوه وجميله. طبعا مش انا اللي هفك الحاجات دي بعد كده يعني. قولوا لي بقى تحت في الكومنتات عجبكم الفكره ولا لا. يعني الفكره دي حلوه، قلت ايه اجربها معاكم عشان انا نفسي بجد كنت اعمل حاجه صحيه من زمان ومكنتش لاقيه يعني. لا مش لاقيه حاجه ان انا اعملها صحيه وفي نفس الوقت ايه تخلي الواحد مبسوط يعني. نجيه بقى الربيع وشم النسيم، وكل سنه برضو اخواتنا المسيحيين بكل خير يا رب بصحه وسعاده. احنا بنحتفل برضو معاهم بس ايه بشم النسيم وعيد الربيع. يعني فايه اللي هو ايه عايزين ننبسط احنا كمان. قولوا لي بقى تحت في الكومنتات بتحبوا بقى ايه، بتحبوا الرنجة ولا الفسيخ ولا ايه؟ انا من انصار بحب الرنجة. بصوا في لونين، اخر بقى بالونتين، هاخد دي واخد بقى اللون الازرق ولا اخد اللون الابيض بلون مختلف. يعني مش عارفة محتارة لسه هنعمل ايه، بس ايه الدنيا طلعت سهلة يا ولاد. فكرت ان انا ايه هبقى مش عارفة اعملها، لا بس طلعت سهلة. لازم تجربوها يا جماعة والله هتنبسطوا، هتحسوا ان انتوا عملتوا حاجة برضه. مش شرط يبقى الوان، يعني مش شرط الوان خالص، ممكن يبقى حاجة برضه صحية نفرح بيها نفسنا. ايه رأيكم اختار دي انا بقى ابينها لكم، اختار دي ولا اختار دي ولا اختار دي؟ قولوا لي تحت. هي الازرق حلوه بس في نفس الوقت الابيض برضو ايه، يعني لو لبستها الابيض يعني مش هيبقى فيه فرق قوي، بس هتبقى ايه مديه لون برضو. خلينا نلبسها الابيض يبقى لون مختلف. انا عملت الازرق بس ايه اللي هو ابيض حلو برضو. ممكن نعمل نص نص، مش عارفه، جامده شويه دي غير التانيين، مش عارفه اعملها قوي، مش عارفه بس كنت هعرف البسها لها ولا لا، بس هنحاول يعني. خلينا في الامان، حط تحتنا طبق بحيث لو ايه لو هي نطت اجري على طول. هي لولي قست. حلو قوي. خطيره الوان مبهجه بطريقه، يعني اخر حاجه. ممكن اعمل جزء وجزء، لو عملت لون ولون هيحصل حاجه؟ مش هيحصل حاجه. بصوا اعتبروها بيضة. نعملها لكم بقى من تحت، هوريكم بقى الشكل النهائي. ماشي بصوا هتنبهروا. ثانية واحدة عشان اكمل لكم الانبهار. بس انا بصوا انا مش هرمي الحاجات دي، اعتبرها ايه الوان برضو.
بس بقى دي محتاجة كام لايك وكام شير وكام كومنت. قولوا لي تحت في الكومنتات عجبكم الفكرة ولا لأ. استنوا بقى. يا ليلة العيد، والله جميلة. طبق كيوت قوي. بصوا. عملت حاجة الطفولة يا جماعة يا جماعة، مش عارفة اقول لكم ايه الصراحة. كل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم الأيام بخير وصحة وسعادة يا رب العالمين. حط لكم بقى بآخر الفيديو شكل احنا جبنا رنجة عشان احنا مش بنحب الفسيخ، بس اللي بيحبوا الفسيخ برضو عادي يحترموا عادي يا جماعة. بغض النظر عن الريحة، بس كل واحد يعمل اللي هو حبه واللي هو شايفه ايه بالنسبة له مبسوط بيه. وانا انبسطت من النتيجة بصراحة، حلوة جدا وحاجة مختلفة وجديدة، وقلت ايه اجربها معاكم. اعملوها بقى وانبسطوا، وكل سنة وانتم طيبين، باي باي.